هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. مساء الخير أعزائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم في ساعة صوت المنتدى لهذا المساء السبت 10 من يناير. معكم أمل علي وفريق الإذاعة، حيث سنقدم لكم في هذه الساعة نشرة للأخبار. بعد ذلك سيكون معنا الأستاذ أحمد صالح القيسي رئيس الإذاعة، حيث سنتحدث معه عن الإذاعة ودورها في العمل الوطني، وكذلك تطورات الأوضاع على المشهد السياسي في الداخل. سنلقي الضوء على المقابلة التي أجراها الرئيس بمناسبة العام الجديد، وكذلك سنتحدث عن العمل المعارض وآفاقه المستقبلية. أرجو أن تبقوا معنا وأهلا بكم. ومال بدا من قبي بلعبتكم بلوسو، بناكم ما مودق بديكم تروسو، تاريخ عبي حدكم ما سرقت لبوسو. اتفانيكم بسميت عبايدي ما يتبدي، اتفينا شبابي وقلع الكل شدي، إيجاب جوي سميت وطن للحزي، فايشت انتو قنادل شان انتو للتركي. فنتيت فتاي تترسى حقو سنين سفلان، مال ونواي للداور ما تلقى اسكم تلال، وطلع حاق الكريتو كيف حنق وكيحال، أمانتكم مدركم فاش حبا وقمال. ومال بدا من قبي بلعبتكم بلوسو، بناكم ما مودق بديكم تروسو، تاريخ عبي حدكم ما سرقت لبوسو. اتفانيكم بسميت عبايدي ما يتبدي، اتفينا شبابي وقلع الكل شدي، إيجاب جوي سميت وطن للحزي، فايشت انتو قنادل شان انتو للتركي. فنتيت فتاي تترسى حقو سنين سفلان، مال ونواي للداور ما تلقى اسكم تلال، وطلع حاق الكريتو كيف حنق وكيحال، أمانتكم مدركم فاش حبا وقمال. صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء،
دعوة الحكومة لعسكرة المجتمع تجابه برفض شعبي، وانتهاكات الحكومة السودانية لحقوق اللاجئين في السودان، وانتشار عمليات السطو والقتل والاغتصاب في الإقليم الأوسط. الأخبار بالتفصيل. أفادت مصادر المنتدى من أسمرة أن سلطات حكومة إسياس أعدت استمارات خاصة تدعو فيها المواطنين للالتحاق بمعسكرات تدريب الجيش الشعبي. وأضافت أن هذه الاستمارات كلفت بتوزيعها إدارات المدن، وفي أسمرة تم البدء عمليا في توزيعها، وهي استمارة تطالب فيها السلطات الحاكمة قطاعات الشعب للالتحاق بصفوف الجيش الشعبي الاحتياطي. هذا وقد علمت مصادرنا بأن الاستمارة تطالب الأفراد بكتابة أسمائهم وتحديد ما إذا كانوا سيلتحقون بمعسكرات التدريب العسكري أم لا، على أن يرفق ذلك بتوقيعاتهم في إيماءة تحمل تهديد ووعيد بشكل صارخ. وأكدت أنباء صوت المنتدى عن مصادرها من أسمرة بأن الغالبية العظمى من أفراد الشعب رفضوا التوقيع على هذه الاستمارات وأعادوها لوكلاء ومبعوثي إدارة المدينة، وآخرون عبروا بشكل جريء وقطعي ومباشر عن رفضهم الانخراط في تدابير عسكرة المجتمع. هذه الخطوات والقرارات الشجاعة من أفراد الشعب الإريتري في رفضها ملء الاستمارات الداعية قسرا للالتحاق بمعسكرات التجيش الشعبي أدت إلى تعطيل حملة التجميع والتحرك التي كان مقررا القيام بها في 3 يناير من عام 2015. فضلا عن هذا، رصدت مصادرنا ردود الأفعال الشعبية ببعض الأقاليم الإريترية عن حمى التجيش التي تعم البلاد، خاصة مقولات الرئيس القائلة: ذهابكم إلى معسكر التدريب أهم من حصادكم الزراعي، إذ يردد الشعب أن في أوقات الحرب لم نسمع بهذه العبارة. ويضيفون أن ذلك يدلل حقا بأن الوطن فقد القيادات التي تحميه، وأثار ذلك تساؤلات عديدة لدى الشعب، كقولهم: من يقول لنا اتركوا محصولكم في مهب الريح؟ هل قادر على تأمين إعاشة أسرنا؟ وكذلك جملة من الأسئلة المحورية الأخرى، ولكن لا إجابة من السلطات. أفادت مصادر المنتدى من شرق السودان أن اللاجئ الإريتري الهارب من ديكتاتورية إسياس وسياساته الكارثية غدا كالهارب من سطح صفيح حارق إلى آخر مثله. هناك مجموعة من اللاجئين الإريتريين فروا من همجية إدارة السلطات في إريتريا ودخلوا قريتي الحفير وحميدات السودانيتين، إلا أن السلطات الأمنية السودانية قامت على الفور في الاتصال بالأمن الإريتري وسلمتهم اللاجئين، وبدورها قامت سلطات أسمرة بوضعهم في سجن في موقع يعرف بحديش معسكر يقع بالقرب من جرمايكا. هذا ومن المعلوم أن مصادر المنتدى تابعت الانتهاكات التي جرت على اللاجئ الإريتري في معسكر الشجرب أثناء وبعض المصادمات التي جرت نهاية العام الماضي، وأوردت بأن آخر الأنباء من هناك أوضحت أن معظم أفراد المعسكر قد عادوا بعد دفعهم مبالغ مالية ضخمة، وهناك قرابة 100 لاجئ لم يغادروا السجن بسبب عدم تمكنهم من دفع المبالغ المطلوبة. وتفيد أنباء متواترة بأن السلطات الأمنية تآمرت مع بعض أهالي المنطقة وسلمتهم 15 لاجئا، وأن هؤلاء تم انتقائهم وفقا لرغبة أهالي المنطقة وبملابسات يطرحونها الأهالي باغتيال أحد أفرادهم أثناء المصادمات. وأشارت مصادرنا أن الانتهاكات الفاضحة لحقوق اللاجئ الإريتري من قبل السلطات السودانية فاقت كل تصور. أوضحت مصادر المنتدى بأن ليلة نهاية السنة 31 من ديسمبر من عام 2014 شهدت مقتل 4 من الشباب وفتى، ولم تعلم حتى اللحظة الجهة التي تقف وراء ذلك. ولكنه يجدر بالذكر أن مثل هذه الحوادث من القتل والسطو المسلح انتشرت مؤخرا في الإقليم الأوسط، إذ تبين سجلات الشرطة في الإقليم الأوسط أن عمليات كمائن النهب وجرائم الاغتصاب أصبحت من المسائل الشائعة في الإقليم. علاوة على ذلك، توضح مصادر المنتدى أن منطقة مدبر بأسمرة شهدت إطلاق نار، حيث قام نجل إحدى الجنرالات ويدعى شريف رمضان بعملية إطلاق نار من مسدسه على أحد المواطنين، وقامت الشرطة على إثر ذلك بالتحفظ عليه، ولكن سرعان ما تم إطلاق سراحه.
وفي هذا الصدد تشير مصادرنا بأن الشعب أصبح يردد أن أبناء المسؤولين هم فوق القانون كآبائهم، لهذا علينا الحذر منهم أو النيل منهم بوسائلنا الخفية. جدير بالذكر أن إريتريا ومنذ فترة أصبحت السلوكيات الفوضوية لأبناء المسؤولين ظاهرة طاغية فيها، حيث اعتادوا استخدام الأسلحة التي وزعت عليهم لحماية أنفسهم في مظاهر استعراضية وأنهم فوق القانون، وكذلك التهديد والتعدي على حرمات الآخرين وإذلالهم. نهاية النشرة. السنبر حويا ولاد عجم السنبر حويا وسناجم السنبر فتايق الافراح وباي الفقر فتايق الافراح وباي الفقر عدنا الافقرين عدوا الافقر السنايرين بحر وانت السفل الكين حبر سعر انت السفل الكين لولد بحر وانت السفل الكين حبر سعر وكل سفل لا روح احتر السنايرين وكالي لا روح اجرى سنايرين شباب فقرة حسيا انت بس حديبة ميدا يا سنايرين. صوت المنتدى. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. ونلتقي الآن الأستاذ أحمد صالح القيسي رئيس إذاعة صوت المنتدى بمناسبة مرور عام على افتتاح هذه الإذاعة. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. أستاذ أحمد، الآن صوت المنتدى نبدأ من هنا حيث نحن مر على افتتاح هذه الإذاعة تقريبا عام كامل. أين تقف إذاعة صوت المنتدى اليوم، وما هي طموحات ورؤية هذه الإذاعة كمنبر حر في التغيير الديمقراطي؟ في البداية أهنئكم على العام الجديد، وأهنئ الشعب الإريتري، وأهنئ كل العاملين في المنتدى. الواقع الطموح كبير جدا، والفكرة كانت قائمة على أساس
ليس كأداء إعلامية إذاعة أو خلافه، نعم. وإنما كمنطلق للمنتدى، بحيث تكون مسألة شاملة لكل التيارات والتوجهات الإريترية، بحيث يكون لها منبر وصدى وعامل تفاعل للحوار بين أطراف المعارضة بصورة عامة. نعم. فمسألة الإذاعة نحن ما زلنا في بداية الطريق. نعم. هي الفكرة كانت قائمة أن تكون البداية الإذاعة باللغتين العربية والتجرينية، ثم مرحلة أخرى يمكن إضافة اللغة الإنجليزية، والخطوة اللي نحن نسعى إليها وإن شاء الله هذه ستكون في بدايات 2015 هو بداية البث التلفزيوني الفضائي. نعم. باسم المنتدى بالطبع، ولكن سوف يكون منبرا لكل توجهات المعارضة الإريترية بغض النظر عن توجهاتها وسياستها. المهم نلتقي على أرضية إسقاط النظام في أسمرة. نعم. ومع ذلك أستاذ أحمد هناك تحفظات كثيرة يعني نواجهها نحن العاملين في هذه الإذاعة عندما ندعو بعض الشخصيات الوطنية للمحاورة والتحاور معنا وإسماع صوتا من خلال المنبر. ما يزال هناك تحفظات، ما يزال هناك نوع من الحكم المسبق على الأشياء. يعني كيف ترى هذا، وإلى إمكانية أن يعني يقدم الجميع على أن يكون أكثر انفتاحا على الآخر في هذه المرحلة بالذات؟ أنا في اعتقادي هو ليس تحفظا على إذاعة المنتدى. نعم. هي رواسب التجربة الإريترية، رواسب الوعي اللي كان سائد وما زال له زي ما تقولي عامل فعال في تفكير الناس. نعم. يجب أن تحسب على فئة، يجب أن تحسب على طائفة، يجب أن تحسب على ماضي الثورة الإريترية والتجربة الإريترية. أنا في اعتقادي هذا قصور في الوعي. نعم. الناس يجب أن تتجاوز هذه المسألة. نحن لا نطرح أنفسنا على أساس أن نحن وطنيين أكثر من الآخرين، بالعكس نحن نطرح مفهوم جديد لحالة نضالية المقصود منها إيجاد أرضية أن تلتقي كل التيارات. أعتقد نحن في مستوى وعي لم نصل إلى فهم وإدراك هذه المسألة. أنا بالمناسبة عايز أذكر شيء واحد. نعم. نحن الوعي الإريتري العام، وهذا ليس موجه لفصيل أو لفرد أو لمجموعة لكن الشيء السائد العام، لم نعد ندرك أن احنا تجاوزنا مراحل الصراع القديم. نعم. لم نعد نفهم ما هو المتطلب مننا. يعني أنا في اعتقادي نحن حولنا هذه التنظيمات سواء جبهة التحرير الإريترية أو الجبهة الشعبية إلى أصنام نعبدها. نعم. أنا القضية الأكبر في نظري هي قضية شعب ورد بالتأكيد بعد كل التضحيات هذه، ورد بنظام فاشي، نظام متخلف في رؤيته، نظام لا يمكن تفسيره حتى بالمفاهيم السياسية البسيطة. أنا أستذكر قصة في هذه المسألة. نعم. لما حصلت معركة شمال شرق الساحل وتم تصفية هذه الجبهة، قبض على قائد الجبهة كان الجنرال قرمة سما. أنا أعتقد هذا الرجل عبر تعبير دقيق للحالة الإريترية نحن لم ندركها ولم تدركها المعارضة ولا حتى الكوادر. فبعد ما تم القبض عليه بيومين ثلاثة عملوا معه مقابلة باللغة الأمحرية. أذكر أنا أيامها كنت أنا في صوت الجماهير. نعم. قدم له سؤال: بماذا تفسر انهزامكم في هذه المعركة؟ الرجل كانت إجابته، أعتقد هذه يجب أن تكون درس للكثيرين من أفراد المعارضة والكثيرين من كوادرنا والكثيرين من قياداتنا. هذا الرجل كانت إجابته حاسمة، قال: أنتم لا تملكون قيادة تتجاوز قيادتنا، قيادتنا كفؤة. أنتم لا تمتلكون أسلحة تتجاوز أسلحتنا، أسلحتنا تتجاوز أسلحتكم. أنتم تمتلكون سرا واحدا، تمتلكون إنسان مؤمن بقضيته
مستعد أن يستشهد وأن يضحي وهو مؤمن بهذه القضية. فالقضية ليست قضية تنظيمات وقيادات ومحسوبيات، هي قضية إنسان إريتري، وفي يوم من الأيام هذا الإنسان قدم من التضحيات ما يصل إلى حد القداسة. نعم. لكن الآن نحن كل شيء عندنا مقدس يجب أن يبتذل. المشكلة نحن لما نحكم هو نوع من الابتذال. نعم. الناس يجب أن تحسب سياسيا ولكن بتقييم موضوعي وعلمي. لكن أنا إذا عملت مقابلة مع صوت المنتدى أنا أصبحت تابع لبواقي الجبهة الشعبية. ما في حاجة اسمها الجبهة الشعبية، انتهت، ماتت. نعم. سياسة الدستور مات، لكن حقيقة هي الجبهة الشعبية هو اللي مات. نعم. ونظامه. نعم بالتأكيد. إذن دعني أنتقل معك مباشرة الآن إلى على ذكر السياس ونظامه ودستوره إلى أهم ما حدث مؤخرا، المقابلة التي أجراها الإعلام الرسمي لحكومة إسياس معه بمناسبة العام الجديد، وتحدث فيها عن مواضيع كثيرة وتهمنا نحن في المعارضة عموما، ومن أهم ما ذكره أن الدستور مات. ماذا تقول في هذا وأنت تابعت الحدث؟ والله أنا حقيقة الأمر زي ما ذكرت سابقا، هو اللي مات، نظامه اللي مات. نعم. الدستور هو مجموعة مبادئ وليس شيئا مطلقا، يتطور مع الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ليس حالة ثابتة. هو رجل خدع شعب، الآن ما عنده أي مبررات. حيكتب إيش؟ عامل لجنة سرية ما في حد يعرف عنها، وحقيقة الأمر نحن اللي نعرف دواخل الأمور، لا لجنة موجودة ولا يحزنون. هو اللي قاعد يكتب ويهندس شكل من أشكال الدساتير اللي تمشي مع حالته، يمكن يرصعها بيمانة قبر آب ويمانة قبر مسقل إلى آخره. نعم. ما في منطق إنه دستور يكتب في غياب المكونات الأساسية للمجتمع. نعم. تتكلم عن قوميات وجايبها ترقص في التلفزيون، نعم. ما يكون عندها سي في قضايا سياسية يتعلق بمستقبلها ومستقبل أبنائها. وحقيقة الأمر يجب أن نفهم شيء واحد، بعد حركة فورتو تم تقييد المسلمين تماما. أنا أقولها بصريح العبارة، هذا النظام لا يوكل المسيحيين ولا يوكل التجرينيين. بعض الناس يفسروها بهذا الشكل، الكل يقمع، لكن قضية المسلمين انتهت مع حادثة فورتو. الرموز الإسلامية وضعت في السجون، واللي صفي واللي قالوا انتحر وانتهت المسألة. عندنا في شوية أشخاص مسلمين أو أشكال مسلمين، عثمان صالح، أنا ما أحب أذكر أفراد لكن أعرف كيف جاءوا هؤلاء الأفراد. عثمان صالح أجل نتيجة ابن سيهاوي، لأنه قبله كان السيد محمود الشريف وسيهاوي، وكأنها رسالة للساهو انه نحن وزارة الخارجية شيء من اختصاصكم انتم. عملية لعب شطرنج وبيادق. نعم. امور لا بهذا الشكل. ففي تصوري انا قضية الدستور هي قضية جانبية ويقدر يقدمها بالطريقة اللي تعجبه، لكن نحن لا نتحدث عن الدستور كشيء قائم، هو يجب ان يجهزه. النظام ككل متهم، النظام ككل وهو على رأسه يجب أن يضع في قفص اتهام. نعم. هذا الشعب انتهى بالوعود الفارقة. نعم بالتأكيد. الرجل بحقيقة الأمر عنده فهم عميق للمجتمع الإريتري، هذه حقيقة ثبتت، وهو يلعب أوراقه مستقل كل التناقضات ومستقل كل الحساسيات. الشعب الإريتري يجب وبالذات المعارضة والقوى السياسية والنخبة أن تدرك أنها تواجه نظام مبتذل وصل إلى حد أنه يستهتر بشعب. نعم. كنت تقول أنا قاعد أعمل الدستور وعندكم في لجنة واللجنة مخفية داخل صندوق وتعالوا أصبحت حزورة. نعم. نعم. ألا تعتقد أستاذ أحمد هنا أنه هذا النظام يعمل بهذا الاتجاه وربما قد ينجح، لأن هناك داعمين ومستفيدين منه على الأقل لفترة يمد في عمره وفي عمر مناصريه، أنه يحاول صياغة دستور مناسب لمناصريه يستطيع من خلاله المراوغة أيضا على مستوى المجتمع الدولي؟ من يعرف ربما ينجح في ذلك. ما أعتقد. الاستحقاقات هو لا يقدر على تقديم استحقاقات من خلال الدستور. نعم. هو عجز عن المسألة هذه. الناس الموضوعين في السجون ماذا كانت مطالبهم بالأساس؟ نعم. كانت مطالبهم دستور.
مهم. هو كيف يتجاوز هذه النقطة حتى يطرح استحقاقات مطلوبة. مثلا التعددية إيش حيقول فيها؟ مهم. مثلا قضية اللغة العربية إيش حيقول فيها؟ الرجل مش مشارك حد، الرجل جالس في غرفته هو اللي يكتبه. نعم. نعم. إنما في استحقاقات هي بحاجة إلى إجابات. هو إذا قدر يجاوب على هذه الأسئلة مهم. حيطرح سؤال آخر. إذا لماذا هؤلاء الناس عذبوا ووضعوا في السجون طالما أنه في النهاية أنت سرقت أطروحاتهم؟ مهم. أنا أعتقد في كلا الحالتين هو مأزق. نعم. نعم. تصور أنه أذكياء وهو يتصور أنه ذكي، لكن في اعتقادي ليس هناك ذكاء. يمكن هناك عدم فهم وإدراك للقوى المعارضة لكثير من الأمور، نعم. أو استقلال بعض المسائل اللي موجودة في جانب المعارضة والشيء اللي نشوفه في الخارج. بالعكس أنا إنسان متفائل في كل ما يحدث في جانب المعارضة، بالرغم أن الواحد يستاء أحيانا، لكن هذه ظاهرة صحية. نعم. نعم. هذه ظاهرة صحية. مهما كانت الانقسامات، مهما كانت هي الثورة الإريترية بدأت كيف؟ ما بدأت انقسامات أخذت لها عشرات السنين. مهم. حاليا بعد كل العذابات وبعد كل ما ظهر من هذا النظام لا يمكن أنك تطلب من الناس أنهم يتحدوا في خلال 24 ساعة. لكن أنا مدرك أنه سنة 2015 سوف تحدث تغييرات دراماتيكية في جانب نعم. المعارضة. يعني قبل أن نذهب إلى جانب المعارضة أستاذ أحمد، دعني أستوقفك قليلا هنا. يعني كما قلت أنت أن إسياس أفورقي يفهم تماما تركيبة الشعب الإريتري، ويفهم تماما كيف يخاطب ومن يخاطب عموما، ولذلك هو ما زال موجود يعني حتى الآن في الحكم. يعني تحدث هو أيضا عن الاقتصاد، وتحدث عن البنية التحتية، وتحدث عن استحقاقات قوات الدفاع الإريترية، وتحدث عن استحقاقات طويلة المدى. يعني قال أنه حتى الثروات المعدنية الموجودة، ثروات يعني البلد، يعني حتى لو تم إخراج واستثمارها لن يعني يجب أن لا يتوقع الإنسان أن يراها بشكل مباشر، إنما ستنعكس على يعني حياته المعيشية. وتحدث عن مشاريع بنيوية أساسية. يعني من يسمعه يقول يعني هذا الرجل يتحدث بمنطق. وتحدث أيضا عن أن لم تتح فرصة يعني لتثبيت برامج التنمية التي كان يعمل عليها وحكومته نتيجة ضغوط خارجية كثيرة. يعني من هو في صف السياسة؟ ونحن دعنا نكون واقعيين، هناك ما زال الكثيرون يعني مناصرون من أبناء شعبنا لهذا الرجل. كيف يمكن يعني أن يعني يتقبلوا مثل هذا؟ هل هذا مقنع؟ هل هذا فعلا يستطيع أن يمد الرجل لسنوات في سلطته وأن يخلق يعني بنية سلطوية يعني تستمر وتعيق عملية التغيير الذي يعني نحلم به كشعب يعني آخر مضطهد؟ أولا يجب عدم المبالغة في فهم ما طرحه الرجل. نعم. نحن عمر الاستقلال وصلنا إلى 25 سنة. ماذا قدم هذا الرجل؟ ما عدا مشاكل، حروب مع اليمن، الآن الحرب مع اليمن، الحرب مع إثيوبيا، الآن بدأ يتسلط على الأمريكيين كذاب، وكان يعمل مع الأمريكيين. حتى المعركة الأخيرة مع إثيوبيا اللي حسمت فيها خلافها تماما من خلال احتلال الأراضي، بعض الأمريكيين كانوا مستشارين. احنا ما عارفين نتكلم فهذه كلها أكاذيب بالمناسبة. نعم. فيما يتعلق بعملية التنمية، 25 سنة لم تنمي شيء. عبودية، شراء أسلحة، توزيعها على الشباب في الصومال، توزيعها على كل معارضات الدنيا، البحث عن دور أقليمي كقوة كبرى أو قوة إقليمية يحسب لها حساب. الكلام اللي كان في التحليل فيما يتعلق بعملية التجاذب بين القوى الأقليمية في منطقة الشرق الأوسط. نترك هذا الموضوع جانبا. أين أموال الذهب؟ أين أموال البوتاس؟ اليوم في أسمرة، شوارع أسمرة في حاجة يسموها بسطة، ناس يفرشوا في الشوارع ويبيعوا. هذه هي جنة السياسة اللي قاعد يوعد بها الناس. يباع البنزين إلى جانب الأدوية، إلى جانب السجائر، إلى جانب الرغيف في الشارع. نعم. لم يحدث في أسوأ أحوال مدينة أسمرة، هذا حاصل الآن. ناس تموت، الرجل يتكلم بتبجح.
هؤلاء سوف ينظروا للنتيجة. دعهم يهربوا، دعهم لم يشاركوا معنا، دعهم، لكن في النهاية سوف يندمون. ماذا سيفعل في النهاية؟ نعم. كان غيرك أشطر، نعم. البشير أشطر إذا كان في شيء يعمل. كلام فارغ. 3/4 المواد الغذائية تأتي من السودان. لو يقتل السودان الناس تموت جوع. اليمنيين قافلين من هنا ووضعهم كمان ما يسمح. من فين؟ من جيبوتي، من إثيوبيا. كلام أنا ما أشوف فيه. نعم. كلام مستنير ذات بعد يقوم على حقائق موجودة. رجل يبيع له 2 يبيع ذهب. طيب فين لا شيء. نعم. إذا دعنا ننتقل من النظام وهذا حاله ولا جديد فيه. دعنا ننتقل إلى يعني معسكر المعارضة. وأنت اليوم يعني تتحدث وقلت أنك متفائل أن عام 2015 سيكون يعني عام يعني أفضل بالنسبة للمعارضة الإريترية. مؤخرا يعني شاهدنا يعني عقد مجموعات من المعارضة مؤتمراتها التنظيمية وإعادة تكويناتها وإلى ذلك. يعني ما هي الدواعي التي يعني أسباب التفاؤل بالنسبة لك؟ كيف تقرأها؟ الواقع أنا التقيت ببعض الأخوة نعم. قد لا يكونوا يتبوأوا مناصب في هذه التنظيمات، لكن وجدت أنه في وعي متقدم جدا جدا. هي كل ما كبرت مأساة الشعب الإريتري كل ما وضعت استحقاقات أمام المعارضة. نحن في قمة المأساة. نعم. هذا فرض نوع من وعي وفهم وإدراك جديد لكل أطراف المعارضة. المفاهيم القديمة في تصنيف الناس رجعي، قال تقدمي، الناس تجاوزت المسألة. نحن نتكلم في مسألة وطنية محددة. الآن نحن في المنتدى الفورم أمام مشروع لدعوة كل الفصائل إلى كونفرنس عام يتفقوا على حد أدنى. الحد الأدنى المتفق عليه حتى على مستوى الإنسان العادي هو إسقاط النظام. هذا بند رقم 1. البند الثاني يجب عدم خلق فراغ سياسي في إريتريا. خلق الفراغ السياسي في إريتريا هو كارثة أسوأ من السياسة. نعم. لذا يجب أن يكون هناك في توحد من خلال مشاركة الجميع، سواء تنظيمات يسارية، يمينية، وسط إلى آخره. لم يعد هذا التفسيرات والتحليلات في تصنيف التنظيمات مفيدا. الناس تجاوزت هذه المسائل. فتحديد المرحلة الانتقالية بحيث يساق دستور أو الدستور القديم يضاف أو يلقى إلى آخره. المهم تدريجيا من خلال حكومة انتقالية، من خلال انتخابات تشريعية يشارك فيها الشعب. هذه وسائل كيف يمكن تسليم السلطة إلى الشعب الإريتري. هذه أنا أعتقد في اتفاق عام، والناس يجب أن تتفق على هذه المسلمات اللي ما في حد مختلف عليها. نعم. أما باقي الاجتهادات السياسية يا عمي، بكرة لما تدخل البلد أعمل اللي يعجبك، جريدتك، طرحك السياسي، وبعدين الصندوق يحكم. هذه نقطة. النقطة الثانية، نحن العجائز بتاع الثورة لا نمتلك إلا أن نلعب دور الموجه في قضايا قد تساعدنا تجربتنا أن نضع بعض الأضواء عليها، ولكن لسنا محتكرين. في جيل جديد بدأ ينمو ويظهر. نعم. يجب إعطاء الفرصة لهذا الجيل أن يلعب هذا الدور. الآن هو جيل الشباب. وأنا أتوجه بهذه المناسبة، أنا قابلت كثير من الشباب المسلمين وفعلا ناس واعيين وراقيين وعندهم بعد نظر في المسائل. هؤلاء الناس أنا في اعتقادي تقع على عاتقهم إلى جانب أخوانهم من الشباب المسيحيين بلورة المرحلة ووضع خطوط عريضة للانتقال إلى بناء
الدولة المدنية. نعم نعم. هنا أستاذ أحمد، يعني أيضا من الظواهر أو من الأشياء المهمة جدا والتي لا يجب أن نتجاوزها على الأقل في وسائلنا الإعلامية كما ذكرت، يعني غياب العنصر المسلم، إذا أحببت أن تسميه هكذا، أو يعني أو البعض يناقش غياب مسلم، غياب قوميات أخرى، وغياب التمثيل في المعارضة سابقا في الوطن على الكثيرين بالنسبة لهم، يعني يصنفون ذلك كنوع من هيمنة قومية محددة أو طائفة محددة على المشروع الوطني. والآن هناك نوع من يعني الإحباط في على مستوى الشباب المسلم بصراحة، وهم لا يتحمسون أبدا للعمل الوطني لأنهم يدركون النتيجة سلفا. كيف يمكن معالجة هذه القضايا وهذه الإحباطات برأيك؟ أنا في اعتقادي أن هذه رواسب الماضي. أنا لا أحكم من تصرفات بعض الأفراد سواء كان في أوروبا أو أمريكا أو إلى آخره. هذا يمكن التصدي لهم إذا كان هناك أفراد أو مجموعات، وفعلا موجودة يعني. لكن بصورة عامة يجب أن لا نظلم قومية التجرينية، هذه القومية المحترمة، هذه القومية التي قدمت واستغلت وما زالت تستغل. أنا عايز أكون صريح في هذه المسألة. يعني إيش أسهل يمثل هذه الولاية التجرينية؟ أنا أقول بكل صراحة لا يمثل، لكنه يستخدم، وهناك قوى متخلفة تحاول أن تعبي بهذا الاتجاه. لكن القومية كقومية قدمت للنضال الوطني يعني شيء عظيم، وهذا محسوب للتاريخ. نحن اللي يجب أن نمد جسور، يجب أن لا نتأثر بما كان من رواسب في التجربة السابقة ونعملها عقد ونبني من خلالها الجدار فاصل. نحن يجب أن نمد هذه الجسور. نعم. الشباب المسلم وبالذات الذي حصل على تعليمه في منطقة الشرق الأوسط هو متأثر بالمناخ السياسي في الشرق الأوسط والوعي السياسي في الشرق الأوسط، وهذا يكون أقرب إلى الواقع أكثر من غيره اللي موجود في أوروبا أو موجود في أمريكا. هذه حقيقة. بحكم أنه الصراعات اللي حاصلة في الشرق الأوسط تؤثر عليه سواء سلبا أو إيجابا، وفي بناء وعي أقرب إلى الواقع. هؤلاء الناس يجب أن يخرجوا من هذه القوقعة، يجب أن يخرجوا من هذه الأحكام المسبقة. أنا لا أحملهم مسؤولية أنه الخطأ منهم، بالعكس في خطأ من الجانب الآخر. لكن يجب أن نعيد خلق ذاتنا، يجب أن نعيد خلق وعينا بما تفرض الحقائق. نعم نعم. يعني الآن لا يمكن أن نفسر أنه والله هذاك مسيحي، هذاك مسلم، هذاك مش عارف إيه. لا بالعكس، الأمور واضحة. بعد 30 سنة بعد ما قدم الغالي والرخيص نحن تجاوزنا هذه النقطة. من الذي يصنع هذه العقبات؟ يجب أن نقف ونتصدى. نعم. أنا في اعتقادي الوسائل الإعلامية سواء كانت هذه الإذاعة أو إن شاء الله في المستقبل القريب التلفزيون، وإن شاء الله تكون هناك في صحافة، وحينما تفتح هذه المجالات سوف تصنع وعيا حقيقيا من خلال حوار جاد. نعم. يعني مثلا الآن في حوار يدير الأخ صالح قاضي فيما يتعلق بالمقالة اللي كتبها، فيها قمة في الطرح. قمة ليش طرح هذا الموضوع وليش واجه. هذا لا يعني طائفية، لا من الجانب هذاك ولا من الجانب هذاك. مشكلتنا نحن مع بعض المثقفين المدعين. هؤلاء الناس يدعوا ما يفهموا الواقع. نعم. وهنا تكمن المصيبة، لأنه إيسياس يلعب وهو يفهم الواقع، والآخرين يلعبون وهم لا يدركون ما هو الواقع. نعم. يا جماعة الخير، أنا أتذكر في فترة من فترات في بعض الأخوة المسيحيين التجرينيين ما كانوا يعرفوا أن هناك كانوا مسلمين في إريتريا. نعم. أنا أعرف أفراد في مقاتلين أنا حكوا لي كانوا في حركة المنكع، لكن إحنا ما كنا نعرف إنه في مسلمين لهم وزن بهذا الشكل. نعم. هذه مصيبة. إذن حقيقة أن هناك يعني هيمنة طائفية أو نوع من الصراع الديني على مستوى يعني العمل الوطني غير يعني ليس لها على ما يبدو أسس تاريخية. لا أنا ما أعتقد، بالعكس ليس موجودا إطلاقا. نعم نعم. في رواسب، نعم. في رواسب، نعم. في عقد أفراد، هذه حقيقة، هذا موجود. نعم.
لكن انه في توجه بهذا الشكل هو اصلا مساله المشاركه. انا اعتقد الوضع في اريتريا يختلف عن كثير من البلدان بحكم انه هذه المساله دفع فيها ثمن في الاربعينات وفي الخمسينات وفي بدايه الستينات، دفع فيها ثمن هذه المسائل. الان تجد الحرص موجود، لا يمكن انك كل مره تجي تدفع ثمن، كل مره تكون غبي. لا يمكن ان تبني وطن لوحدك، نعم. لك شركاء. الآن سيدنا إسياس هو اللي يتناسى أنه له شركاء. القيادات الإسلامية كلها دخلها السجن، جايب قيادات صف 5 ناس ما في داعي. إذن أستاذ أحمد، هنا يعني الجانب إذا قلنا الجانب المسلم أو ابن الثقافة العربية أو الثقافات الأخرى يعني يناقش هذه القضايا منذ سنوات طويلة، لأنه يعني على المحك منها، يعني يعاني منها بشكل مباشر، عملية إقصاء وغيره. ولكن هم يعني الجانب الآخر، يعني الآن يعني أنت ذكرت مثال من تجربة نضالية في التاريخ، أنه كثر لم يكونوا يعرفون أن هناك مسلمون إريتريون أو مسلمين إريتريين. يعني الجرأة في طرح هذا الموضوع مع الطرف الآخر اللي هو ابن القومية التجرينية الذي لا يعرف بالضبط خصائص مجتمعه الآخر أو مكونات مجتمعه الأخرى، ولا يعرف معاناتها. كيف يمكن أن يكون هذا الشيء؟ يعني كيف يمكن أن نتعامل معه؟ ومن هو المسؤول؟ هل المسؤولية تقع على عاتق المثقف الذي يجيد اللغتين؟ هل تقع على عاتق التنظيمات السياسية؟ هل تقع على عاتق يعني رموز وطنية من كبار السن وغيره؟ على من تقع؟ أو على الشباب نفسهم؟ هل يمكن فتح حوار في هذا الموضوع؟ وهل هو مهم؟ هو مهم جدا بالنسبة للشباب. نعم. وبالذات الشباب اللي موجود في المهجر. الجماعة اللي موجودين في الداخل ما عندهم أي إشكالية، هم عارفين حقائق الواقع. لكن هناك في شباب وفي جيل جديد أو ثلاث في الخارج، الشيء اللي يربطه بالداخل هي مجرد ما يتلقفه من أخبار وإلى آخره وإلى آخره. هؤلاء بحاجة إلى عمل مكثف لفهم واقعهم. أنا أعتقد هذه الأدوات الإعلامية سواء الإذاعة والتلفزيون أو غيره يجب أن تلعب دور. هذه مسائل لا يمكن أن نتصرف على تصرف النعامة، نقوم نحط رأسنا داخل الرمال. نعم. وكأن هذه القضايا غير موجودة. هذه القضايا موجودة بالتأكيد، لكن يجب أن توجد بحجمها الطبيعي حتى تعالج بشكل طبيعي. نعم. نعم. عدم المبالغة في هذه المسألة. بالتأكيد. يجب أن نفهم أن نحن شركاء في هذا الوطن ومسؤوليته تقع علينا كل جميعا، ونحن دفعنا الثمن مع بعض. ثم نحن يجب أن ننتبه إلى قضية محورية أساسية، أن النظام في أسمر هذا لا يمثل التجرينية لا من قريب ولا من بعيد. نعم. حتى لا تساق التهم كذا جزافا. نعم. نعم. قضية التجرينية قمعت من هذا النظام بشكل مريع. بالتأكيد. أنت ذكرت يعني قبل قليل أيضا أن يعني الشباب المسلم ابن الثقافة العربية الذي يعني درس في الشرق الأوسط وتأثر بمحيطه وسياساته، هل تعتقد ما يحدث الآن في منطقة الشرق الأوسط ومن يعني تحولات الفكر وتدخلات الفكر الإسلامي فيها وغيره، هل هذا له انعكاس على تفكير الشباب؟ وهل يمكن أن يؤثر لاحقا في يعني خلق نوع من التيارات المتطرفة في إريتريا مثلا من الشباب الإريتري؟ جائز، قد يكون في تأثير قطاع معين، لكن القضية بالرغم من الموقع الجغرافي الواحد، منطقة الشرق الأوسط وإلى آخره، والقضايا قد تكون متشابهة، بروز التيار الإسلامي بهذا الشكل واندفاعه إلى هذا العنف الغير مبرر، أنا في اعتقادي هي أوجدت الأنظمة اللي كانت قائمة أصلا. رد الفعل هذا أوجدته الأنظمة القمعية التي استمرت لسنوات وأفشلت تجربة تنمية في هذه المنطقة. نعم. برغم السيولة والأموال الكبيرة. فهذا رد فعل. هل رد الفعل يمكن أن يخلق بشكل مشابه في إريتريا؟ أنا لا أعتقد. لا أعتقد إطلاقا. قد يكون هناك متطرف شخص شخصين ثلاثة، إنما كتيار بشكل عام أنا لا أعتقد. حتى الفصائل الإسلامية
حتى الفصائل الإسلامية اللي موجودة محسوبة على المعارضة لا تطرح هذه المسألة بهذا الشكل نعم إطلاقا. بالتأكيد لا. نعم نعم نعم. إذا أستاذ أحمد، لا أريد أن أتجاوز موضوع مهم، وهو العلاقة الإريترية الإثيوبية على مستوى العمل المعارض، يعني وما زال هناك الكثير من يعني المد والجزر في فهمنا لهذا الموضوع. يعني كيف تراه أنت الآن، يعني وخاصة في ظل أن هناك إمكانية لحراك معارض موحد من أجل التغيير في إريتريا؟ أنا في اعتقادي، وقبل أن أنا كتبت عدة مرات، نعم العلاقة مع إثيوبيا هي علاقة تتمتع بنوع من الخصوصية، ويجب أن تكون مميزة. على الإثيوبيين أن يدركوا شيء أساسي، مهم. أنه حق هذا الشعب في العيش الكريم، حق هذا الشعب في أرضه، بغض النظر الكلام عن موانئ تجربتنا في حكم الأقاليم ولا الفيدرالية يجب تطبيقه في إريتريا. في إريتريا ما يشتغل مهم. الكلام هذا، ما يشتغل. هذا مطروح لإثيوبيا بحكم الحجم والتعداد السكاني والتمييز اللي كان حاصل للجماعات العرقية المختلفة. مهم. يعني مثلا أنا سمعت نقاش عجيب جدا، مهم. حضروه إثيوبيين كمان، فأحد المثقفين الإريتريين، ومن هنا كنت معجب أنا ببعض الشباب جيدين جدا، إذا كان لابد من تطبيق التجربة الإثيوبية بحذافيرها في إريتريا، فلتطبق أولا في تجراي، نعم لأن تجراي حجمها قد حجمنا نحن، نعم وفي عفر وفي كنامة وفي آخرين. مهم. فتجربة بتاع تجراي قد تكون مفيدة لنا، لكن تجربة إثيوبيا غير مفيدة بالنسبة لنا. أنا أعتقد هذا كان ردا حاسما. مهم. نعم الشكل القائم في إثيوبيا، برغم أنه الواحد يتمنى أن شعوب القرن الأفريقي في تشابه كبير جدا بين السودان وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا، أن يكون له كيان موحد، الواحد يتخيل هذا، لكن لا يمكن أن تصل إلى الكيان الموحد دون أن تثبت حقوق كل الأطراف. نعم نعم. في التجربة الإريترية كان يمكن، لأنه جربناها في الكفاح المسلح، وكان يمكن أن نخلق نوع من تجربة بديعة جدا كان ممكن أن يحتذى بها الآخرون أو كان يكون لها إسهام. نعم نحن وقعنا في ورطة تاريخية بمجيء هذا الرجل الذي استبدل شخصه بكل عمل مؤسسي في هذاك البلد. نعم نعم للأسف. هنا أستاذ أحمد، أيضا من الأشياء التي يجب أن نمر عليها مع نهاية عام وبداية عام جديد هي أوضاع اللاجئين الإريتريين، وخاصة في السودان. ونحن تابعنا للأسف يعني في الفترة الأخيرة حوادث مأساوية يتعرض لها شبابنا ونساؤنا في معسكرات اللجوء في محاولتهم للخروج من هذا المعسكر اللي يعني حدث يعني حادثة غرق مجموعة من الشباب في عطبرة، حادثة اختطاف مجموعة أخرى وغيره، يعني وخصوصا حوادث الشجراب المؤسفة مؤخرا. وفي نفس الوقت لا نجد تحرك فعلي للمعارضة الإريترية. أين هي؟ يعني لماذا إلى الآن لا يوجد؟ كيف يمكن أن نتحدث عن تغيير ونحن لا نجير يعني أبناء شعبنا عندما يستجيروا؟ يعني ماذا يحدث؟ كيف يمكن أن تحل مثل هذه المشاكل؟ أنا في اعتقادي أنه مسألة اللاجئين لا تقل عن إسقاط النظام، يعني مسألة لها الأولوية الأولى. نعم. المشكلة أنه هذه قضية مزمنة لم تعالج إطلاقا. 25 سنة عمنا سياس لم يعني حاول أن يعقدها أكثر. المأساة أنه بدل أن يتم تقليص اللاجئين بإسكانهم وحل جزء من مشاكلهم بحيث يكون في تخفيف لهذه المشكلة، ازدادت تعقيدا بمجيء لاجئين جدد، ومع مجيء اللاجئين جدد جت تجارة البشر، ومع تجارة البشر ظهرت أشياء وتعقدت هذه المسألة. أنا في اعتقادي الأولوية الأولى أمام المعارضة بكافة فصائلها حين تلتقي ولا فرادى حتى أن تضع مسألة معالجة قضية اللاجئين. ومعالجة قضية اللاجئين في الوقت الحالي ما في شيء يمكن أن تقدمه المعارضة، يمكن في جمع أموال وتحسين معيشة وإلى آخره، ولكن أهم شيء هو كرامة الإنسان. كرامة الإنسان اللاجئ يجب أن تحفظ
نساء إريتريات يتم اغتصابهم بكل سهولة. شباب إريتريين يأخذوا منهم أعضاء يبيعوه في السوق العالمية، ولا ما بعرف إسرائيل ولا في مصر. يعني شيء مريع. يجب تخفيف هذه المعاناة بشكل أو بآخر. نعم. وأنا في اعتقادي من خلال الحملات الإعلامية، من خلال التحرك الدبلوماسي والسياسي، أيضا أصبحت هذه الورقة أداة في المساومات السياسية. نعم. حينما يضغط النظام في أسمرة على نظام البشير في السودان يحركوا قضية اللاجئين. أيضا يجب أن نفهم شيء واحد، أنه شرق السودان تقريبا قد يكون شبه مسيطر من قبل الاستخبارات الإريترية، وهذه لها دور فاعل في هذه المسألة، في خلق هذه الإشكاليات، اختطافات ناس. المسألة امتدت إلى درجة إلى مصر. نعم. نعم. تم مقايضة بعض اللاجئين إعادتهم إلى إريتريا مقابل الإفراج عن كذا من الصيادين الإريتريين. هذا المصريين. من نعم. الصيادين المصريين قصدي. نعم. 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 يجب يكون هناك في تحرك سياسي، ويجب وضعها كأجندة رقم 1، لا نعم. تقل عن مواجهة النظام وإسقاطه. نعم. يعني قبل أن أختم معك هذا اللقاء، يعني هناك شعبنا في الداخل والذي مر ويمر بظروف يعني منهكة اجتماعيا، اقتصاديا، نفسيا، ورغم وجود يعني شباب واعد ويحارب هذا النظام بكل أشكال، يعني ماذا نقول لهذا الشعب في الداخل؟ يعني أريدك أن توجه له رسالة. والله الشعب الإريتري ليس بحاجة إلى رسائل حقيقة، يعني من أي نعم. شخص كان. هذا الشعب قدم أشياء شيء مؤسف إنها لم تسجل لم يقال عنها شيء إلى الآن. هذا شعب قدم الغالي والنفيس في فترة من الفترات، ولكن ابتلى بنظام معين. حاليا يجب أن نخرج من قوقعة إنه هذا النظام يمثلنا. هذا النظام لا يمثل إلا نفسه. هي مجموعة عصابة تجمعت وحكمت وماشي الحال يعني. نعم. نعم. أجندتها قضية الشعب، هي آخر ما يفكروا فيه قضية الشعب. الشعب يسلوه بالتلفزيون بتاعتهم. نعم. المستوى بتاع القوميات، الرقصات اللي نشوفها في التلفزيون، الدستور قاعد يكتبه لوحده، عملية القتل والربط والمعتقلات إلى آخره إلى آخره. هذا أصبح عمل يومي. نعم. نعم. لا ينقطع من النظام. نعم. أستاذ أحمد القيسي، رئيس إذاعة صوت المنتدى، أشكر لك يعني وجودك معنا اليوم في هذا الحوار ومشاركتك لنا وللمستمع هذه الأفكار كلها، وأتمنى أن يكون عام عطاء وخير على شعبنا في الداخل وعلى شعبنا في الخارج وعلى إذاعتنا أيضا. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أتمنى أن تكون عام 2015 هو العام الحاسم إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. مع السلامة. مع السلامة. حويا ولاد عجم السنبر، حويا وسن عجم السنبر، حويا ولاد عجم السنبر، حويا وسن عجم السنبر، فتايق الافراح وبايل فقر، فتايق الافراح وبايل فقر، عدنا الفقرنا طول فقر، السنايرين ودارنا. السنايرين ودارنا. لالي لالي لالينا لالي لالي لالينا السنايرين ودارنا. لالي ولالي لالينا
صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء، دعوة الحكومة لعسكرة المجتمع تجابه برفض شعبي، وانتهاكات الحكومة السودانية لحقوق اللاجئين في السودان، وانتشار عمليات السطو والقتل والاغتصاب في الإقليم الأوسط. الأخبار بالتفصيل. أفادت مصادر المنتدى من أسمرة أن سلطات حكومة إسياس أعدت استمارات خاصة تدعو فيها المواطنين للالتحاق بمعسكرات تدريب الجيش الشعبي. وأضافت أن هذه الاستمارات كلفت بتوزيعها إدارات المدن، وفي أسمرة تم البدء عمليا في توزيعها، وهي استمارة تطالب فيها السلطات الحاكمة قطاعات الشعب للالتحاق بصفوف الجيش الشعبي الاحتياطي. هذا وقد علمت مصادرنا بأن الاستمارة تطالب الأفراد بكتابة أسمائهم وتحديد ما إذا كانوا سيلتحقون بمعسكرات التدريب العسكري أم لا، على أن يرفق ذلك بتوقيعاتهم في إيماءة تحمل تهديد ووعيد بشكل صارخ. وأكدت أنباء صوت المنتدى عن مصادرها من أسمرة بأن الغالبية العظمى من أفراد الشعب رفضوا التوقيع على هذه الاستمارات وأعادوها لوكلاء ومبعوثي إدارة المدينة، وآخرون عبروا بشكل جريء وقطعي ومباشر عن رفضهم الانخراط في تدابير عسكرة المجتمع. هذه الخطوات والقرارات الشجاعة من أفراد الشعب الإريتري في رفضها ملء الاستمارات الداعية قسرا للالتحاق بمعسكرات التجيش الشعبي أدت إلى تعطيل حملة التجميع والتحرك التي كان مقررا القيام بها في 3 يناير من عام 2015. فضلا عن هذا، رصدت مصادرنا ردود الأفعال الشعبية ببعض الأقاليم الإريترية عن حمى التجيش التي تعم البلاد، خاصة مقولة الرئيس القائلة: ذهابكم إلى معسكر التدريب أهم من حصادكم الزراعي، إذ يردد الشعب أن في أوقات الحرب لم نسمع بهذه العبارة. ويضيفون أن ذلك يدلل حقا بأن الوطن فقد القيادات التي تحميه، وأثار ذلك تساؤلات عديدة لدى الشعب، كقولهم: من يقول لنا اتركوا محصولكم في مهب الريح؟ هل قادر على تأمين إعاشة أسرنا؟ وكذلك جملة من الأسئلة المحورية الأخرى، ولكن لا إجابة من السلطات. أفادت مصادر المنتدى من شرق السودان أن اللاجئ الإريتري الهارب من ديكتاتورية إسياس وسياساته الكارثية غدا كالهارب من سطح صفيح حارق إلى آخر مثله. هناك مجموعة من اللاجئين الإريتريين فروا من همجية إدارة السلطات في إريتريا ودخلوا قريتي الحفير وحميدات السودانيتين، إلا أن السلطات الأمنية السودانية قامت على الفور في الاتصال بالأمن الإريتري وسلمتهم اللاجئين، وبدورها قامت سلطات أسمرة بوضعهم في سجن في موقع يعرف بحديش معسكر يقع بالقرب من جرمايكا. هذا ومن المعلوم أن مصادر المنتدى تابعت الانتهاكات التي جرت على اللاجئ الإريتري في معسكر الشجرب أثناء وبعض المصادمات التي جرت نهاية العام الماضي، وأوردت بأن آخر الأنباء من هناك أوضحت أن معظم أفراد المعسكر قد عادوا بعد دفعهم مبالغ مالية ضخمة، وهناك قرابة 100 لاجئ لم يغادروا السجن بسبب عدم تمكنهم من دفع المبالغ المطلوبة. وتفيد أنباء متواترة بأن السلطات الأمنية تآمرت مع بعض أهالي المنطقة وسلمتهم 15 لاجئا، وأن هؤلاء تم انتقائهم وفقا لرغبة أهالي المنطقة وبملابسات يطرحونها الأهالي باغتيال أحد أفرادهم أثناء المصادمات. وأشارت مصادرنا أن الانتهاكات الفاضحة لحقوق اللاجئ الإريتري من قبل السلطات السودانية فاقت كل تصور. أوضحت مصادر المنتدى بأن ليلة نهاية السنة 31 من ديسمبر من عام 2014 شهدت مقتل 4 من الشباب وفتاة، ولم تعلم حتى اللحظة الجهة التي تقف وراء ذلك. ولكنه يجدر بالذكر أن مثل هذه الحوادث من القتل والسطو المسلح انتشرت مؤخرا في الإقليم الأوسط، إذ تبين سجلات الشرطة في الإقليم الأوسط أن عمليات كمائن النهب وجرائم الاغتصاب أصبحت من المسائل الشائعة في الإقليم. علاوة على ذلك، توضح مصادر المنتدى أن منطقة مدبر بأسمرة شهدت إطلاق نار، حيث قام نجل إحدى الجنرالات ويدعى شريف رمضان بعملية إطلاق نار من مسدسه على أحد المواطنين، وقامت الشرطة على إثر ذلك بالتحفظ عليه، ولكن سرعان ما تم إطلاق سراحه.
وفي هذا الصدد تشير مصادرنا بأن الشعب أصبح يردد أن أبناء المسؤولين هم فوق القانون كآبائهم، لهذا علينا الحذر منهم أو النيل منهم بوسائلنا الخفية. جدير بالذكر أن إريتريا ومنذ فترة أصبحت السلوكيات الفوضوية لأبناء المسؤولين ظاهرة طاغية فيها، حيث اعتادوا استخدام الأسلحة التي وزعت عليهم لحماية أنفسهم في مظاهر استعراضية وأنهم فوق القانون، وكذلك التهديد والتعدي على حرمات الآخرين وإذلالهم. صوت المنتدى. وفي ختام هذه الساعة مستمعي الأكارم أشكر لكم حسن متابعتكم لنا، ولكم مني ومن فريق الإذاعة طيب الأمنيات إلى أن ألقاكم يوم السبت القادم. تصبحون على خير.